السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض سلطة الرنجة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. الفيديو النهاردة بتاعنا صغير جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة في الكبة بتاعتنا هنحط بصلاية كبيرة وفلفل اخضر، كمان حوالي 4 فصوص من الثوم، وهنفرمهم كويس جدا مع بعض. وبعد ما فرمنا البصل والفلفل الاخضر مع الثوم بشكل كويس زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا انزل بالرنجة بتاعتي. طبعا انا معايا هنا رنجتين خلاص، وكمان خليهم كويس جدا من اي شوك ومنضفهم كويس، وكمان شايله الجلد منهم. وبرده هبتدي ان انا اخلطهم وافرمهم مع الخضار. وبعد ما فرمنا الرنجة بتاعتنا بشكل كويس جدا واختلطت كده مع الخضار، هبتدي انزل بالطحينة. خلاص هنزل بكمية كده كويسة من الطحينة زي ما انتوا شايفين، وهرجع اخلط برضو باقي المكونات كلها مع بعض. وبعد كده هنزل بحوالي عصير ليمونتين كبار كده زي ما انتوا شايفين، او على حسب الذوق طبعا. وكمان نزلت بحوالي نص فنجان من الخل، رشة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ومعلقة صغيرة من البابريكا. تقدري تبدليها بالشطة الحمراء لو بتفضليها. وبرضو هنرجع نخلط المكونات. وبكده سلطة الرنجة تكون جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة سريعة جدا، وكمان موفرة جدا جدا، بتعمل كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. وبس كده، الفيديو النهاردة خلص معانا ووصفتنا كمان خلصت. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.